لو عايزة مكانك دايما نظيف وبيتك دايما يكون مترتب ومطبخك دايما فاضي من المواعين، تعالى اقولك تعملي ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. انا علياء ودي قناتي. لو اول مرة تشوف القناة يا ريت تضغطي على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، ولو عجبك الفيديو اضغطي لي لايك فضلا وليس امرا. تعالى اقولك على شوية نصايح وشوية حاجات تبدأي بيهم يومك الصبح عشان يكون بيتك مترتب ونظيف. اول حاجة بدأت الحمد لله صليت الفجر، وبعدين قرأت أول جزء من سورة البقرة. ما كملتهاش كلها عشان أنا معايا بنت صغيرة صحيت من النوم، فيعني رحت لها على طول. طيب تعالى أقولك بقى تبدأي تعملي إيه أول ما تصحي. أول ما تصحي ابدأي بالدعاء على طول كده. أول ما تفتحي عينك أول حاجة بعملها، وخصوصا اليومين دول لأن بصراحة بحس إن ضغط كبير عليا. يعني أم لثلاث أولاد وكده، ومنهم يعني ابني في 5 ابتدائي وبنتي في تانية ابتدائي لها ظروف خاصة. فعشان كده بحتاج إن أنا أكون يعني اليوم كله عندي طاقة وقوية. فعشان كده أول حاجة بعملها إن أنا أول ما بصحى من النوم بدعي: يا رب قويني، يا رب يسر لي اموري، يا رب عني، يا رب عني، يا رب عني. اكتر حاجة بقولها يعني في اي وقت في اليوم: يا رب عني، يا رب قويني، يا رب يعني اديني طاقة طول اليوم عشان اقدر اكمل مع الولاد. طيب تاني حاجة عايزة أقولك عليها هي طبعا إن أنت تحطي دورة غسيل في الغسالة، تشغلي الغسالة على طول عشان خاطر الغسيل ما يتكومش عندك. تالت حاجة بقى انك انت تعمليها ان انت تفرشي ملاية على السجادة اول ما تبدأي يومك من قبل الولاد ما يصحوا، او من بالليل لو لك روتين بالليل في تكنسي بالليل وتمسحي بالليل وكلام من ده. افرشي ملاية قديمة عندك او مثلا اي حاجة قديمة عندك تاخد السجادة كلها، بحيث ان الولاد وهم ماشيين رايحين جايين بياكلوا ويشربوا ويعملوا اي حاجه يعملوها على المرايه دي. ليه؟ هتحافظ لك على السجاده او الحافظه او اي حاجه انت فرشاها على الارض. يعني هتمد، يعني بدل ما هتتوسخ من اول يومين ثلاثه، لا تاخد لك مثلا اكتر من شهرين ولا حاجه. طول ما انت اول ما الملايه تتوسخ حطيها في الغساله تتغسل وافرشيها تاني زي ما انت شايفه كده. انا بحب دايما افرشها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يعني الدنيا ما تتوسخش عندي بسرعة، خصوصا السجاد وفي الشتاء. يعني في الشتاء بيكون صعب ان انت تغسلي سجاد، وكمان هيقعد له 3 4 ايام على بال ما ينشف. فاحسن حاجة تعمليها هي السجادة. تاني حاجة بقى تعمليها طبعا الفطار. الفطار الموجود عندك زي ما انت حابة يعني. مش مش بالضرورة زي ما بنشوف في الفيديوهات بقى، مش عارفة ايه يعني الموجود. هنا انا عملت للولاد شاي بلبن، وزي ما انت شايفه بنتي معايا انا حطاها على الرخامه جنبي. بس انا يعني عايزه اقول لكم محرصه عليها قوي، يعني اللي هو قاعده جنبها عشان ما تقعش، واخده بالي منها. يعني لو هتعملي الموضوع ده خلي بالك من الموضوع ده. تاني حاجة تكوني مرتبة في دماغك انت هتعملي ايه بالظبط. هتحضري غدا ايه، هتحضري فطار ايه، هتحضري ايه، هتعملي ايه في يومك. يعني مثلا معاكم مشوار، معاكي مش عارفة ايه، هتحضري غدا ايه. اللي هو يعني عارفة من بالليل انت مرتبة امورك على ايه، مش سايبة الدنيا كده. حتى لو مش هتكتبيها في ورقة وقلم بس مرتباهم في دماغك. فاهمين ازاي؟ وطالما طلبت العون من ربنا واستعنت بالله على اليوم، ان شاء الله اليوم هيعدي. تمام. حاولي على قد ما تقدري ال... تحافظي على هدوءك. طول ما انت هادية في اليوم، اليوم هيعدي بسلاسة. يعني طول ما انت قاعدة هادية كده في يومك، اليوم هيعدي بسيط. يعني حاولي على قد ما تقدري. فاهميني ازاي؟ يعني لو انت اتعصبتي في اليوم او الدنيا، يعني الواحد لما بيتعصب بيعمل اي حاجة. فاهمني؟ ممكن حاجة تترمي من ايديه، ممكن حاجة تقع من ايديه، ممكن كوباية شاي تتكب، فهتضطري تنضفي والتنظيفات تتراكم فوق بعضها. فوليه؟ انت احسن حاجة تعمليها ان انت تحاولي تحافظي على هدوءك على قد ما تقدري. حتى لو الولاد كركبوا الدنيا او بهدلوا الدنيا انت تحاولي تحافظي على هدوءك. تاني حاجة طبعا تفتحي الشبابيك عشان تهوي الدنيا. حتى لو الدنيا برد افتحيها لمدة ربع ساعة نص ساعة زي ما تحبي. افتحي الشبابيك وخلي الدنيا تتهوى وتدخلي تغيري هوا الشقة كده عشان الولاد يعرفوا يعني حتى لو تعبانين او في اي حاجة يخفوا بسرعة. فاهمين ازاي؟ طيب تالت حاجة بقى
إن أنتِ تجهّزي غداكِ، يعني تطلّعي الحاجة عشان وقت الغدا تسخّني بس، خصوصًا لمّا يكون معاكِ طفل صغير. أول حاجة تعمليها إن أنتِ تحضّري الأكل، بعد ما تشغّلي الغسالة وتفرشي الملاية في الأرض، تحضّري الأكل على طول، أهم حاجة الغدا. ليه؟ لإن أحيانًا بييجي عليكِ وقت الطفل الصغير ده بيخلّيكِ ما تعرفيش حتى تحضّري الغدا بتاعِك، أو يخلّيكِ يعني ما تعرفيش تعملي أي حاجة. زي ما أنتم شايفين كده، أنا أول حاجة عملتها إن أنا طلّعت البتنجان حطيته على الرخامة وملّحته، لازم يتملّح طبعًا عشان ما يشربش منّي زيت كتير. طيب وابني طبعًا مش هيعرف يذاكر غير وأنا قاعدة جنبه، فأنا خدت البطاطس جنبه على السرير، وقعدت أقشّرها جنبه على السرير عشان خاطر إيه، عشان خاطر يذاكر. وده برضه اللي هو بتقدري تعملي حاجتين في وقت واحد، يعني مش بالضرورة إن أنا لازم أقشّر البطاطس في المطبخ، أو إن أنا أجهّز باقي الحاجة في المطبخ عشان خاطر أخلّص اللي ورايا، أو عشان أذاكر لابني. لأ، أنا ممكن وأنا قاعدة جنبه أخلّص حاجة تانية، تقدري تعملي حاجتين في وقت واحد، ودي برضه هيسهّل عليكِ الدنيا. أنا مش عارفة العدد والله، وباتكلّم كده وخلاص، يعني مش حاسبة أعداد ولا حاجة، بس قصدي يعني إن هو حاولي على قد ما تقدري كمان إن أنتِ تخلّي مكان معيّن أو مكان واحد للولاد يلعبوا فيه. أنتم قاعدين يعني في أوضة فيها شمس، خلاص افرشي ملاية تانية أو حاجة تانية واقعدوا عليها أنتم والولاد، عشان خاطر تعرفوا تقعدي، يعني ما يوسخوش كل الأماكن. حتى لو وسخوا الأوضة دي هتكون خفيفة، ويا دوب هتشيلي الملاية، كل حاجة هتنزل على الملاية، يا دوب هتشيلي الملاية هتنفّضيها بس. لكن غير كده مش هترجعي تكنسي وتمسحي تاني. حاولي يكون ليكِ يوم في الأسبوع تلمّي فيه الشقة كلّها، اللي هو تمسحي فيه المراوح، تمسحي فيه، لو هتقسّمي الشغل الأسبوع على الأسبوع كلّه، يعني كل يوم أوضة، هيكون حلو. لكن لو هتاخدي يوم واحد هتنضّفي فيه الشقة كلّها وأنتِ متعوّدة على كده، هيكون أحسن وأحسن. إن أنتِ تغيّري الفرش بتاع السراير، إن أنتِ تمسحي المراوح، إن أنتِ تزعّفي، إن أنتِ تغسلي البوتاجاز غسلة كويسة. من الضروري جدًا إن أنتِ تخلّي يوم ليكِ في الأسبوع كلّه تنضّفي فيه الشقة، يوم واحد في الأسبوع أو يومين على حسب شقتِك ما تكون عايزة، يعني على حسب ما أنتِ حابة. كمان أهم حاجة إن أنتِ وأنتِ بتعملي بتحضّري الأكل، اغسلي المواعين. يعني أي أطباق جنبِك اغسليها، أي حاجة جنبِك اغسليها، يعني إيدِك في الحوض وإيد على البوتاجاز. فاهماني إزاي؟ ما تسيبيش الدنيا كلّها وتقولي هاغسلهم بعد ما أخلّص، لأ، اللي هو بعد ما تخلّصي ممكن تشطّبي المطبخ كلّه، اللي هو بالليل يعني. لكن وأنتِ شغّالة في المطبخ، يعني أنا باعمل مسقعة، باقلي بتنجان، فباغسل أي طبق يفضى معايا على طول باغسله في الحوض، علشان خاطر يكون نضيف. آآ من الحاجات المهمة كمان اللي هو الغسيل، يا دوب تلمّي الغسيل على طول، وأنتِ قاعدة قدّام التلفزيون، وأنتِ قاعدة بتسمعي فيلم، بتسمعي أي حاجة، تقدري تاخدي الغسيل تحطيه جنبِك في الأرض، تفرشي في الأرض وتحطّي الغسيل عليه، وتقعدي تطبّقي الغسيل عشان خاطر الغسيل يعمل معاكِ، يعني ما تكوّمش عليكِ وتبُصّي تلاقي الغسيل اتكوّم عليكِ والدنيا كلّها متكوّمة عليكِ، ومش عارفة فين الغسيل النضيف ومن الغسيل المتوسخ. إحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. عشان كده حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تلمّي الموضوع كلّه. حاولي كمان على قد ما تقدري إن أنتِ تعملي أكل على يومين، لو قدرتِ تعملي مثلًا، أنا باعمل صينية مسقعة، ممكن أعملها على يومين، النهارده وبُكرة. فاهماني إزاي؟ اللي هو يعني يوم تنضيف، ويوم لو تعبانة يعني، أو معاكِ مثلًا توأم أو حاجة كده، ممكن توضّبي النهارده يوم طبيخ، وبُكرة مثلًا يوم تنضيف. أنا كنت عن نفسي يعني في رمضان كنت ساعات أعمل كده، أعمل يوم أطبخ فيه وأعمل حلويات وأعمل كل حاجة فيه، وتاني يوم اليوم كله أشقلب الشقة كلها، لإن رمضان بيكون في الصيف شوية، فباشقلب الشقة كلها كنس ومسح وكده. أنا خدت الموضوع ده يعني اتعلمته من لمّا كنت باعمل كده في رمضان. طيب يا حبايبي، الفيديو بتاعنا كده يكون خلص. أنا حضّرت الغدا، مسقعة ورز وسلطة بتنجان، وعايزة أقول لكم إن أنا كده اليوم بتاعي خلص، مذاكرة الحمد لله، غدا. بس طبعًا لسه كمان ما شطّبتش المطبخ، إن شاء الله ممكن أصوّره معاكم فيديو لوحده، ونكمّل باقي النصايح بتاعتنا. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.
طبعا اتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تضغط على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو لو عجبك الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.